الرادار الإسباني يرصد تحركاً مريباً. الأقمار الصناعية الدولية تضطرب. الصحراء التي كانت صامتة بدأت تهتز. جيش يزحف لكن دون بنادق. 350 ألف بشري يتحركون ككتلة واحدة. العالم يحبس أنفاسه. كيف سيطعم المغرب دولة كاملة وسط الرمال؟ أكتوبر 1975. القصر الملكي بالرباط. الملك الحسن الثاني يضع اللمسات الأخيرة. محكمة العدل الدولية تنطق بالحكم. هناك روابط بيعة. الملك يظهر على الشاشة. علينا أن نقوم بمسيرة خضراء. المغاربة يتدفقون على مكاتب التسجيل. الهدف استرجاع الصحراء سلمية. التحدي نقل 10 أضعاف سكان الإقليم في وقت واحد. يبقى شعبي العزيز إلا شيء واحد، أننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه، ومن شرق المغرب إلى غربه. الموانئ تتحول إلى خلايا نحل. محطات القطار لا تتوقف عن الضجيج. 108 رحلات قطار خاصة انطلقت من الشمال. آلاف المتطوعين ينامون في المحطات ينتظرون دورهم. فجأة تظهر المشكلة. أين الماء؟ أين الخبز؟ المهندسون العسكريون يسابقون الزمن. يتم حفر آبار استعجالية في طرفاية. يتم بناء أكبر مخبز ميداني في تاريخ أفريقيا. 6 نوفمبر عام 1975. ساعة الصفر. الملك يعطي الأمر. لبينا نداء الحسن. 7813 شاحنة وحافلة تتحرك في طوابير لا نهاية لها. 17,000 طن من المواد الغذائية تبدأ بالتوزيع. 23,000 لتر من الماء تتدفق يوميا وسط لهيب الشمس. المتطوعون يقتحمون الأسلاك الشائكة. الجنود الإسبان ينظرون بذهول من خنادقهم. لا يرون دبابات، يرون بحرا من المصاحف والأعلام الخضراء. اللوجستيك المغربي يخنق أي احتمالية للمقاومة الإسبانية. شعبي العزيز، غدا إن شاء الله ستخترق الحدود. غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة. غدا إن شاء الله ستطؤون أرضا من أراضيكم. الحقيقة تتجلى في مدريد. إسبانيا تدرك أنها لا تواجه متظاهرين، بل آلة تنظيمية جبارة. يتم توقيع اتفاقية مدريد. الصحراء تعود للمغرب دون إراقة قطرة دم واحدة. الملحقون العسكريون الأجانب يدونون في تقاريرهم: ما حدث ليس مجرد مسيرة، إنها معجزة لوجستية تفوق قدرة دول عظمى. 350 ألف شخص عادوا إلى مدنهم بانتظام مذهل. بقي الأثر. المغرب لم يسترجع الأرض فقط، بل أثبت أن التنظيم هو السلاح الأمضى للملوك.